عليكم ورحمة الله وبركاته. بنجر اللي بيشد البشرة ويبيض البشرة ويزيل أي تجاعيد للبشرة. بنجر حطيت معاها ليمونة وحطيت معاها نص تفاحية. تمام. أنا كده كمان هحط عليهم وحاطة ربع كوباية رز وهحط بذور كتان. احلى ماسك واحلى كريم بنجر من بيتك. هيحفظ في التلاجة بعد ما يغلي كده بذور الكتان مع الرز مع البنجر. ممكن مكان البنجر كركديه، تبييض هائل من الكركديه ونضارة للبشرة زي عملة البنجر، بيزيل التجاعيد في وقتها. الكلام ده انا هصفيه بس يستوي كده، الرزات تستوي كده والبنجرات تنزل كل اللي فيها. انا بس حطيت ربع التفاحة ديت بس هتديني كده كمان ريحة حلوة للكريم. غير ان انا كنت نقعاه في مية ورد، فهتبقى حاجة تحفة. تبييض، شد بشرة، ازالة التجاعيد في وقتها، لان بذور الكتان دي لوحدها بتزيل التجاعيد. كولاجين طبيعي زي عملة لبان الذكر كده اهو. هسيبه شوية وارجع لكم تاني. بصوا ادي دي ليمونة، حاجة كده فاخر من الاخر بصراحة. كده احنا هطفي عليه علشان اصفيه قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم البنجر لإزالة التجاعيد. هصفيه وهقول لكم هاخد معلقتين نشا، والنشا ده اصلا كمان تبييض. هحطهم على النار وهنزل عليهم بكمية بسيطة من اللي انا عصرته ده عشان يديني احلى كريم بنجر من بيتك، او ممكن نستبدله بالكركديه مع الرز كده. الكمية ديت خليها كده ايه، هي المعلقة ونص اهي النشا. وليه انا حطيت ميه من الفلتر؟ لان ميه البنجر والرز لسه سخنين والليمون اللي حطاه، فلما هاجي احط عليه النشا هيكلكع. هنا هنزل كده بشوية منهم لان مش هعمله كله بالنشا. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده هطفي النار زي ما انتوا شايفين كده اهوت. ادي الكريم، هحط بقى عليه ايه؟ بصوا يا حلوين، بصوا بقى ليه انا سبت دوت كده اهوت. هقول ليه، لان انا ممكن اعمله من غير نشا. انا كنت نقعاه في ميه الورد، وحطيت عليه جل صبار وزيت لوز حلو وزيت الجوز الهند. بصوا بصوا من غير نشا. هنا بقى انا حطيت معلقه النشا عشان يبقى كريم البنجر. بصوا بصوا الحلاوه. هضيف عليه معلقه من جوز الهند، زيت جوز الهند، اهي يعني كميه، ومعلقه من زيت الخروع، ومعلقه من زيت اللوز الحلو. طبعا انا كنت حاطه جل صبار. يبقى كريم البنجر بالرز ببذور الكتان، ازاله تجاعيد، شد بشره، نضاره للبشره. من الاخر بيتحط كل يوم مساء، وادعولي دعوه حلوه من القلب، لانه بيزيل الكلف كمان في وقته. يعني اي حاجه بصراحه رهيب. انت ممكن تعملي لي مشروع من بيتك وتبقى حاجة جميلة جدا جدا. انا عايزة افضيه بس. بصوا انا هوريكم كده، بصوا يا ما شاء الله. بصوا ده اللي من غير النشا. طبعا النشا هو كده مفيد برضو تبييض. بصوا ده من غير النشا، اللي هو ده اللي انا نقعاه وحطيت له جل صبار وزيت لوز حلو ومعلقه من زيت جوز الهند. بصوا وده الكريم التاني اللي هو بالنشا. بصوا الله على النعومه، الله على الجمال، وعلى التبييض، وعلى ازاله اي كلف وشد بشره رهيب اللي فيه بذور كتان. اهو كده كمان على وشي. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. عايزه اجيب بقى برطمانات واحط فيها الكريم كده. بسم الله ما شاء الله. بيحفظ في التلاجة لمدة 10 أيام ممكن أكتر، علشان هحط كمان دلوقتي عليه فيتامين إي. يبقى جل صبار ورز وبنجر وزيت لوز حلو وخروع، حاجة جبارة. وجوز الهند ده رهيب. بصوا فيتامين اهي، باخد الكبسولة كده.
الله الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. غذاء للبشرة رهيب، نضارة، تبييض، شد، إزالة تجاعيد، وادعولي. ممكن مكان البنجر نغلي الكركديه مع الرز، يبقى كده. وبعدين نصفيه وناخد معلقة ونص نشا وربع كوباية منه او نص كوباية، واعمل احلى كريم. لما يخلص اعمل تاني، وادي ميته هحفظها في الفريزر. لما يخلص ده اعمل منه تاني. وكده ممكن نعمله بمعلقة جوز هند، زيت جوز الهند، ومية البنجر وبذور الكتان والرز زي ما انتوا شايفين كده، واعمله من غير نشا. وعليه فيتامين ايه. حاجات مفيدة من بيتك وعن تجربة، وما شاء الله بتزيل التجاعيد في وقتها وبتشد البشرة. زيت الخروع مفيد. عندي كمان اهو زيت البرتقال برضو عاملاه من البيت. وادي جوز الهند، وادي زيت اللوز الحلو. بصراحة يعني حاجة رهيبة. انا ممكن احط قطارة كمان من زيت البرتقال اللي موجود واللي متاح عندك. بس ليه باخد بكميات متناسبة؟ علشان ما يفصلش مني الكريم وانا بعمله. بصوا، كريم البنجر بالرز ببذور الكتان من بيتك، مع زيوتنا الحلوة، زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، زيت الصبار، زيت البرتقال، زيت الخروع. حاجة مفيدة وهيحفظ في التلاجة، وكل يوم بالليل هندهن منه. وادعولي يا جماعة. بصوا التبييض، بصوا يعني انا ما شاء الله. بصوا اللون كمان الوردي، وده بالبنجر. اللي عايز بالكركديه ممكن برضو نفس اللي انا عملته دوت مع ربع كوباية من الكركديه، واغليه مع برضو معلقتين 3 من الرز. ولما يغلي، ويا سلام لو كمان بنرمي معاها الليمونه، يعني عصره الليمونه بالقشره بتاعتها، والمكونات دي كلها بتغلي. وانا حطيت تفاحه برضو تديني ريحه هو بصوا تحفه. شوفوا ما بالكم بقى لما كمان زيت جوز الهند الروعه، التنعيم، الترطيب. معلقه ونص نشا، واصفي ده كله واعمل على قد الكميه. لما تخلص اعمل تاني كده. يا ما شاء الله، احلى كريم بنجر من بيتك. ممكن بالنشا، وممكن كده بجل الصبار، ونقعاه في ميه الورد. يا رب يا رب لو عجبكم الفيديو قلوب بقى، ولايك وشير. والله رهيب بجد بجد ما شاء الله. انا على طول معتمداه وعلى طول بعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.